اكيد يا معلم في يوم من الايام سمعت عن سوق اسمه سوق الفوركس. ما تقعدش تعمل لي كده، ما هو ده اللي قدامي في داهيه. لان السوق مش بيلعب في حته صغيره، ده بيلعب على مستوى كوكب الارض كله. هتلعب يا حماد. لا وكمان فهموك برضو ان مجرد دخولك المجال ده الفلوس هتجري في كده ايدك. السنه الجديده هيدخلوا شهر 7 في شهر 12 بامر الله. ولو ليك حد من صحابك شغال في المجال ده هتلاقيه بيقول لك انا بجيب مرتبك في صفقه بطل واحده. انا بطل وابويا بطل وامي بطل. فخليك عارف ومتاكد ان الشخص ده لا اما داخل كورس ب 799 جنيه ومعاه كوبايه شاي بونص، انا هدفي النهارده ان انا اخليك تعمل ملايين وتعيش ثلاثيناتك كانك في العشرين وتعيش عشريناتك كانك في حلايب لا وشلال. اما لسه واخد مكسب اول صفقه ومفكر نفسه وارن بوفون بتاع بولاد. ازاي يا جلابيع يا اولاد المره اللي لسه ما اتعلمتش التداول. تعالى بقى احكي لك حكايه سوق لو دخلته لا اما تطلع راكب مرسيدس لا اما تطلع زحف على رجلك. الله ينور يا استاذ دوما، بس انا بقى مش عايزها تصحى في الزحفه اللي هي زحفتها دي. كلمه فوركس اختصار دايما لفورين تشينج ماركت، ويا رب اكون قلتها صح. I am sorry I don't speak English. يعني بالبلدي كده سوق تبادل العملات. في السوق ده بقى بدل ما تشتري طماطم انت بتشتري وتبيع العمله. يعني مثلا انت لما بتسافر اي دوله لازم انت تغير عمله الدوله دي، وانت راجع برضه اذا ما كانش في نفس الطياره يعني انت بتغير عمله بلدك بقى. ساعتها بقى لو جيت ركزت على السعر هتلاقي في فرق عمله ما بين الوقت اللي انت لما بعت العمله فيه والوقت اللي انت رجعت اشتريته منها تاني. اخلص في حياه امك انت في هتكلفني. الفوركس بقى انت بتكسب من فرق السعر ده بس بيبقى لحظي جوه السوق. ونوع السوق ده بقى ملهوش مقر ولا مبنى، هو سوق او تو سي، هي شبكه عالميه متوصله ببعضها بتنقل لك السعر بشكل لحظي. دي في حد ذاتها نعمه لا تباع ولا تشترك. ركز كده معايا وخليك مفتح بقى. هو ايه اللي يعرفك ان السوق ده اكبر سوق مالي في العالم؟ طبعا بنقفش في حجم السيوله، وسوق الفوركس حجم التداول اليومي فيه 7.5 تريليون دولار، مش مصر. خدها سنه على بعض 12 شهر 12000 دولار. يعني السيوله تقدر تشتري بيها فيلا في مدينتي والتانيه في الساحل وتعمل ما بينهم كوبري يوصلهم لبعض. نفسي ربنا يوفقني وافتحهم على بعض وتبقى شقه. لو جينا بقى نقارن حجم السيوله ما بين سوق الفوركس وما بين بورصه اسهم نيويورك، هي اكبر بورصه في العالم، السيوله اللي هتتبقى ساعتها متهيألي 7 تريليون وكسور. مش عايز اخدك بس السوق زي ده لو عطس العالم كله بيعيط. السبب ده ان العملات اساس اقتصاد العالم. كده دولارات كده استرليني. سواء بتستورد او بتصدر خد من ده كتير، المهم انك لازم تكون ساعتها بتحول من عمله لعمله. عارف انا اتصرف كام ثانيه قبل ما العربيه تنفجر انا حسيت بايه؟ نوع السوق ده بقى شغال 24 ساعه في اليوم 5 ايام في الاسبوع من الاثنين وده للجمعه. كل الورق اللي بيثبت المعلومات دي ان شاء الله. ده عشان بيبدا من اسيا وبعد كده اوروبا وبعد كده امريكا وينهي باستراليا ويرجع يعيد اللفه طب تاني. والباقي بيجيبوا الغدا يا كتف نيجي بقى لاشهر 8 عملات في الحوار ده واولهم الدولار، وده عشان كان امين الفصل ساعتها زي ما قلنا. يا ابني يا حبيبي انا رئيس امريكا وبقول لك اطبع دولارات زي ما انت عايز. زي ما في دولار يبقى في يورو، عمله الاتحاد الاوروبي برضه يا جدعان. انا شغال جديد هنا. ومعانا الجنيه الاسترليني اقدم عمله لسه بنستخدمها لحد دلوقتي، واقتصاد بريطانيا طرش برضه. لا والنبي لا انا ما اعرفش فرانسيسكو دي جوزا ده، بس انا بثق في دماغ الواجهه والافضليه. الين الياباني موجود عشان العمله دي طرش وقت الازمات، بتبقى امان للمستثمرين. عليا النعمه ان نظمتوا نفسكم ووقفتوا في الطابور لكل بيتكم كلكم على الرصيف. دولار كندا موجود برضه عشان مربوط بسعر البترول. دولار الاسترالي برضه موجود والنيوزيلندي والفرنك السويسري، كل العملات طبعا موجوده بس دول اشهر 8 عملات الناس بتتداول عليهم. في الفوركس بقى مفيش حاجه اسمها انك تشتري عمله واحده، لازم يبقى زوج عمله، يعني مثلا الدولار قدام اليورو، يورو قدام ين، بتختار انت بقى زوج فيهم وبتفضل تشتري وتبيع فيهم. استاهل وجه الخزنه دي فضل. ما هو احنا بقى المفروض نملاها. في بقى شويه مصطلحات كده لازم تكون عارفها وانت بتشتري وتبيع، زي مثلا السبريد، وده الفرق ما بين سعر الشراء وسعر البيع، يعني الشركه بتاخد عملتها من غير ما تقول لك هات فلوس. قبل العربيه اللي جايه دي شوف رخصها يلا. في برضه النقطه هتسمعها بيب واغلبيتنا بيقول بيبسي، ودي اصغر حركه في السعر، يعني لو السعر اتحرك 10 نقط ممكن تطير او تطير. في بقى حاجه اسمها الرفعه الماليه. هنا ليه؟ الرفعه الماليه دي بقى لو معاك حساب فيه $100 البروكر بيقول لك خد حساب فيه $1000 تداول بيهم. استهدوا بالله يا جماعه بس نفهم من الراجل، احنا سرعنا بس برضه. لو خسرت الخساره عليك انت بس. يا عم كفايه عليك كلمه معانا. يعني اكنك بترفع بالمذنب على السر، يا اما تبقى عريس الليله يا اما تبقى عريس الجنه. مين بقى بيتداول في اسواق الفوركس دي يا معلم؟ طبعا البنوك المركزيه والاستثماريه وصناديق الاستثمار واي شركات استثمار كبيره. هو ده الشغل اللي بحقه حقيقي، مش احنا مالنا، ما احنا الحمد لله زي الفل اهو معانا نص كيلو بس بنجر. بعد سنه 2020 وكل قعد في بيته بسبب فيروس لعين ظهر لنا النوع ده من السوق، وبقينا احنا كافراد ممكن ندخله ونتداول فيه عادي. طبعا هتيجي تسالني وهتقول لي يعني انا لو دخلت سوق الفوركس هكسب؟ سؤال ذكي من واحد كلب زي. الاجابه هي ايوه هتكسب، بس مش زي اي فيديو انت بتشوفه على السوشيال ميديا. مفيش فكره انك تحط $100 وتصحى تلاقيهم $10,000. لو الموضوع سهل كده كان زماننا كلنا في الساحل دلوقتي او موجود. الصراحه بقى مزاج السوق ده مش احسن حاجه طول الوقت، خساره فيه سريعه، ده طبعا لو مش بس فاهم. انا بثق في دماغ الواجهه والافضليه. طمعك بعد اول مكسب بيخليك تقول سهل، وديني لو شفته لاتبعه. مع انك بتكون فاهم ان سوق زي ده مش بيحب الاستعجال ولا الطمع. انتوا هتفضلوا واقفين كده ما تساعدوها. عايز تبدا مجال زي ده اتعلم الاول وما تفتحش حساب حقيقي وانت فاكر ان بيب ده اسمه ماركت. جرب في حساب تجريبي مش هتخسر حاجه يعني. يوم ما تبدا بحساب حقيقي اختار وسيط محترم ونظم كده خطه والتزم بيها، ما تدخلش بفلوس انت محتاجها وتقول هكبر المكسب وهرجع انا الفلوس دي.
مش معنى كلامي بقى انك اول لما تكسب اول صفقه من السوق تقول انا هسيب الشغل وهتبقى دي شغلانتي. لسه بقى، وده الاهم، انت هتبتدي تفكر بمخك. فوركس مش سبوبه عشان تبقى غني بسرعه، هو محتاج تركيز بس وانك تتعلمه كويس والدنيا هتكون معاك بخير. كنت محتاج منها 200 جنيه بس عشان امي سالفه فلوس من خالتي. لا طالما سلف لا. لو الحلقه عجبتك بقى ما تبخلش باللايك والشير. اعمل يا جدع لايك، اقرا لي، قول لي الله ينور، ما تشتمني.